عبد الرضا بالرقم 20 وحسين عبد الله لاوندي بالرقم 8. هذه تشكيلة الفريقين. نتمنى أن نتابع مباراة مميزة بين الأنيق ومضيفة نوروز. هنا تشكيلة الطلاب من جديد. أذكر الأحبة المشاهدين: دولفان بحراسة المرمى برقم 75، عباس ماجد 25، كرار سعد 7، وعلي فائز 5، محمد بن طرشة 13، وكرار محمد 14، مؤمل عبد الرضا 20، نهاد محمد 17، مصعب جمال 2، وزيد اسماعيل 27، وحسين عبد الله لاوندي بالرقم 8. مصعب جمال برقم 26. بانتظار صافرة حكم اللقاء السيد ليث فرحان، قاد مباريات نفط البصرة أربيل، نفط ميسان الميناء، نفط البصرة الأمانة. إذن الطلاب على يسار الشاشة باللون الأزرق، ونوروز بالزي الأبيض على يمين الشاشة، وركلة البداية للطلاب. الطلبة إذن تنطلق أحداث شوط المباراة الأول. كرة لصالح نادي الطلبة، محمد بن طرشة يلعب الكرة إلى علي فائز، كرار سعد من الجهة البعيدة. ما زالت عقدة الخسارة أمام الميناء تلاحق الأنيق وعشاقه وأنصاره. في آخر 6 مباريات لم يحقق الطلبة أي فوز بعد هزيمتين و4 تعادلات. منذ الخسارة أمام الميناء بهدف لم يهنأ الطلاب بأي فوز. في 6 مباريات متتالية لم يذق طعم الفوز، تعادل في 4 وخسر في مباراتين. سجل 5 أهداف وآنقت شباك 7 كرات. كرة مرت أحمد خالد، حارس المرمى محمد رحيم، تبعد الكرة من علي، طاولة ملعوبة الكرة، محاولة مقطوعة الكرة من لامين سماتة، تذهب الكرة إلى الجانب، سيبان عمر يلعب الكرة طويلة، محاولة أقرب لها علي فائز، علي فائز قريب من الكرة، يعود بعد غياب ومرة أخرى يشتتها علي فائز، ترتد الكرة من الدفاع برا الملعب إلى رمية تماس لمصلحة نادي الطلبة. رمية تماس لمصلحة نادي الطلبة. كرار سعد لاعب منتخبنا الأولمبي ولاعب نادي الكرخ السابق ولاعب الطلبة على التنفيذ. تلعب رمية التماس، تجري في نفس الوقت الآن مباراتين أخرتين، القوة الجوية مع مضيفة نفط ميسان ونفط البصرة اللي يضيف دهوك. 3 مباريات في آن واحد، وعند السابعة كربلاء سيواجه الزوراء في ملعب كربلاء. غدا ستكون 4 مباريات. القاسم سيضيف الشرطة، زاخو سيضيف أمانة بغداد، الميناء سيضيف الحدود. كل هذه المباريات عند الساعة 2، وأربيل سيواجه الكرخ عند الساعة 7. مباراة النجف والكهرباء مؤجلة، ويوم السبت آخر المباريات بين نفط الوسط والنفط. محاولة إبراهيم توميوا يلعب الكرة، ترتد الكرة، كرار سعد يلعب الكرة بوسط الملعب، محاولة الآن مؤمل عبد الرضا يتعرض إلى عرقلة، صافرة وركلة حرة لصالح نادي الطلبة. الطلبة طالب اليوم بعد الخسارة من نفط البصرة بهدفين مقابل 3 بعد العودة من استراحة أو من فترة توقف استمرت 40 يوم. نوروز عاد من تعادل أمام أربيل في المباراة السابقة، وعشاق الطلبة وأنصار الطلبة اللي يتابعون متمسمرين عبر شاشة القناة لمتابعة هذه المباراة يمنون النفس بفك النحس والعقدة والفوز بمباراة اليوم. أحمد صلاح يمني النفس بتغيير الواقع وتغييرات عديدة أجراها في صفوف الفريق وانتقادات لاذعة لعدد من اللاعبين الشباب. كرة مرت أقرب إلها اللاعب عمار عبد الحسين، عمار يعيد الكرة إلى لامين سماتة، لامين يلعب الكرة وسط الملعب. مرتضى هديب كان المفروض يحرم من مباراة اليوم، لكن الحكم أحمد كاظم غير البطاقة الصفراء ومنح بطاقة حمراء لكلاوديو أوليفيرا اللي يغيب عن مباراة اليوم، وبالتالي حقل المشاركة في هذا اللقاء. كرة ملعوبة ترتد، طبعا زيد تحسين عنده 5 بطاقة صفراء يحرم من المواجهة اليوم أمام نوروز.
كانت عنده بطاقات صفراء أمام نفط ميسان والكهرباء وأربيل والجوي ونفط البصرة. يغيب عن مباراة اليوم، طبعا يغيب أيضا بسبب الحرمان أحمد محمود من نوروز، وأيضا كلاوديو أوليفيرا بسبب الطرد. كرة اللعب وسط الملعب كرار اللي شاهده في مباراة اليوم، طويلة مرت بعيدة على كرار. نوروز خاض 13 مباراة، فاز في 5، تعادل في 5، خسر في 3 فقط، إلى 17 هدف، عليه 10 كرات، نقاطه 20 ومركز الخامس. بينما الطلاب خاضوا 13 مباراة، حققوا الفوز في 4، تعادلوا في 5، خسروا في 4، سجلوا 13، عانقت شباكهم. طلاب هذا الفريق الكبير الأنيق المحترم اللي كان يهز شباك كل الأندية، اليوم الأهداف اللي عليه أكثر مما هو مسجل، عليه 14 إلى 13، نقاطه 17 ومركز التاسع. كرة مرت إلى ويلينغتون، يلعبها محاولة إلى سيبان عمر، محاولة مرة أخرى، تلعب خطرة، هي جول. الله، حلوة 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 حلوة، وراية وصفارة. كرة خطيرة لفريق نوروز، كرة خطيرة لفريق نوروز، تلعب الكرة من اللاعب سيبان عمر، وبالتالي يتمكن من الحارس، لكن كراية وصفارة. مساعد الثاني السيد أحمد نعيم يشير إلى وجود حالة تسلل. ركلة حرة غير مباشرة، 5 دقائق من عمر المواجهة، بداية سريعة للفريقين. شوف بالإعادة عموما محمد منطرشة على التنفيذ، لاعب المغربي لاعب نهضة بركان. محمد منطرشة على التنفيذ، ركلة حرة غير مباشرة لفريق الطلبة، تلعب كرة طويلة وعالية، محاولة بالرأس، مقطوعة الكرة، تعود الكرة وسط الملعب إلى مؤمل عبد الرضا، يلعب الكرة، تعود الكرة من جديد إلى كرار، كرار يلعب الكرة، محاولة الآن نهاد محمد، يحاول نهاد يستحوذ وعرقلة وصافرة، وركلة حرة، ركلة حرة لمصلحة نادي الطلبة من مكان خطير. ركلة حرة من مكان خطير للطلبة. نهاد محمد لاعب نادي الكرخ السابق والمنتخب الأولمبي يتعرض إلى عرقلة، ركلة حرة لمصلحة نادي الطلبة قريبة من منطقة الجزاء، كرة من مكان خطير للطلاب. فريق نوروز على أرضه خسر في مباراة واحدة فقط أمام دهوك، وفاز في مباراتين على كربلاء وعلى النفط، وتعادل في 3، بينما على الطرف الآخر الطلبة لم يفز إلا في مباراة واحدة خارج أرضه على دهوك ب3 أهداف مقابل هدف واحد، تعادل في 4 مباريات وخسر أمام النفط بهدف مقابل هدفين. ركلة حرة الآن، علي فائز 6 أهداف الموسم الماضي، 5 من الجزاء والهدف في شباك الشرطة. أحمد خالد، ليث فرحان، عيد اللاعبين، جدار صد، وعلي فائز على التنفيذ، ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة الآن، تلعب الكرة وترتد من الجدار، ومرة أخرى علي يلعبها برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي نوروز. برا الملعب الكرة ارتطمت بوجه اللاعب، سلامة اللاعبين أولا، الحديث ما له مبرر مع حكم اللقاء لا يجدي نفعا، أنت انتبه للمباراة، العب المباراة. وبالتالي حكمنا ليث فرحان لحد الآن يعني رغم 7 دقائق ونص الأمور ماشية بالتمام. ركلة مرمى لمصلحة نادي نوروز على تنفيذ عن محمد رحيم، لاعب الصناعات السابق والموسم الثاني مع فريق نوروز، جدد مع فريق نوروز. الكرة عند اللاعب مرتضى هديب لاعب النجف السابق، يهيئ الكرة إلى أحمد خالد، أحمد خالد يلعب كرة طويلة، محاولة، الكرة ملعوبة الآن إلى محمد سامي، محمد سامي، جول، جول، هدف أول يسجل محمد سامي، واللي سجل 4 أهداف هذا الموسم بعد أن سجل في شباك الزوراء و3 ركلات جزاء في مرمى الجوية والكهرباء والنفط، يسجل اليوم في شباك الطلبة ويحرز أول أهداف المباراة بالدقيقة 8 من عمر المباراة. هدف أول يسجل محمد سامي بالدقيقة 8 من عمر المباراة بكرة جميلة من خارج
منطقة الجزاء أو كرة توغل بها ولعبها بشكل سليم على العمود البعيد وأحرز أول أهداف المباراة. شوف الكرة لمحمد سامي، توغل داخل منطقة الجزاء، لعبها بيمينه على يمين الحارس دولبان مهدي وأحرز أول أهداف المباراة. هدف جميل من كرة جميلة قد يشعل المباراة. هذا الهدف أول أهداف المباراة لفريق نوروز، أول أهداف المباراة لفريق نوروز. آخر مواجهة جمعت الفريقين الموسم الماضي انتهت بفوز الطلبة بهدفين مقابل هدف واحد لزيد تحسين الغائب وعدي بالحاج، فيما سجل أيضا محمد سامي هدف المباراة الوحيد في تلك المباراة. واليوم يسجل كرة مقطوعة وسط الملعب، ترتد الكرة إلى إبراهيم توميوا يلعب الكرة إلى الجانب، كرة إلى سيفان عمر يلعبها إلى شيروان كردستان اللي دخل في المباراة السابقة بديل. وهناك خطأ وركلة حرة لمصلحة نادي الطلبة، خطأ. هذا هو اللاعب شيروان كردستان. حالة غريبة أشاهدها في ملعب المباراة. في المباراة السابقة كان محمد سامي قائد الفريق، لما دخل شيروان أخذ شارة القيادة. اليوم رغم دخول شيروان لكن شارة القيادة عند محمد سامي. كرة ملعوبة إلى الجانب، محمد سامي، عمار عبد الحسين، وسط الملعب مرتضى هديم، محاولة من سيفان، مرتضى يلعب الكرة إلى إيفاني يلعب الكرة إلى ولينغتون. الاستخدامات الجديدة لنوروز، هذا هو البرازيلي. كرة ملعوبة بالرأس مقطوعة من محمد بن طرشة، بالرأس من نهاد، مرت الكرة وسط الملعب تنقطع من جديد. محاولة إلى أحمد خالد، يا سلام، يموه يتخلص من لاعب، يعيد الكرة لإيفاني يلعب الكرة إلى مرتضى هديب، يلعب الكرة إلى الجانب إلى عمار عبد الحسين أو اللاعب محمد سامي، لكن مقطوعة من علي فائز. تمر الكرة بالمنتصف، تلعب من كرار سريعة ملعوبة بالرأس، تنقطع الكرة من اللاعب لامين ساماتا. مرة أخرى محاولة الآن كرار في وسط الملعب إلى مصعب يلعب الكرة إلى الجانب، محاولة لفريق نادي الطلبة. مصعب من جديد، مصعب جمال، كرار. 10 دقائق نلعب، الدقيقة 11 من عمر المباراة. 1 نوروز لا شيء الطلبة. كرة ملعوبة من جديد، تلعب الكرة عرضية بالرأس، تبعد، محاولة ولكن سهلة إلى حارس المرمى محمد رحيم، سهلة إلى الحارس محمد رحيم. مثل ما شوف بالإعادة، هذا هو الهدف الأول. كرة جميلة من القائد محمد سامي تمر على يمين الحارس ويحرز من خلالها أول أهداف المباراة. 1 نوروز لا شيء الطلبة. مرت الكرة، عمار يشتت كرة، تبعد من علي فائز إلى رمية تماس لمصلحة نوروز. فريق نوروز أسس عام 94 والموسم الثالث على التوالي، أول مواسمه 21-22، أفضل ما حققه في تواجده في الدوري العراقي الممتاز الموسم الأول المركز الثامن، والموسم الماضي كان بالمركز العاشر. أول مباراة خاض هذا الموسم حقق فيها فوز ثمين على الزوراء في ملعب الزوراء بهدفين مقابل لا شيء، ثم خسر من الهوك بهدف ومن الجوية 1-2. كرة تبعد بالرأس من عمار إبراهيم، يا والحكم يقول العب 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 العب. ملعوبة الكرة، محاولة من جديد، حركة لعب كانت بديعة من اللاعب إبراهيم توميوا، وكرة إيفاني أبعد الكرة بسبب إصابة إبراهيم. إيفاني، نشوف قرار الحكم، هل يلجأ إلى الفار للحالة؟ اعتراض من محمد سامي، هذا هو اللاعب النيجيري إبراهيم توميوا. شوف المحاولة، كان اكو سحب من اللاعب نهاد محمد. شوف كان شوف عموما الحكم صاحب القرار الأول والأخير، ورمية تماس لمصلحة نادي الطلبة. نشوف هل يلجأ إلى الفار أم يستمر الأداء. نهض إبراهيم، يبدو حديث مع حكم المباراة. نشوف. المهم استمرت المباراة لا شيء. كرة عند اللاعب لامين سماتا، أحمد خالد، أحمد يلعب كرة طويلة، محاولة من ولينغتون بالرأس من اللاعب شيروان كردستان،
محاولة إبراهيم بينه وبين محمد بن طرشة، محمد بن طرشة يحاول وخطأ وركلة حرة لمصلحة الطلاب. لا نتمنى ولا نريد أن نشاهد أخطاء في هذا اللقاء. فريق الطلبة الفريق العريق اللي أسس عام 69 لعب 49 موسم بالدوري الممتاز باسم الطلبة، أولها 75 76، 5 ألقاب 80 81 81 82 85 86 92 93 2001 2002. إدارات عديدة استلمت الطلبة، يعني كل العشاق يحدون أنه أفضل فترة للأنيق فترة آل قعود. كانت فترة مميزة، وكان فريق الطلبة يضم عناصر كبيرة مميزة. كرة وسط الملعب إلى كرار محمد، كرار وسط الملعب، محاولة وخطأ، خطأ مؤمل يتعرض إلى عرقلة. أيضا علاء كاظم فترة طويلة استلم الطلبة، والآن إدارة وفرت كل السبل لهذا الفريق. الإدارة الحالية وفرت كل السبل واستخدمت استخدامات لاعبين مميزين. البداية كانت جيدة، لكن الخسارة من نفط ميسان برباعية واستقالة أحمد خلف، وبالتالي استلام أحمد صلاح للمهمة. طبعا بالمناسبة أحمد صلاح قاد الفريق في 10 مباريات، فاز في 3 وخسر في 2 وتعادل في 5. حقق في أول مباراة إلى التعادل مع زاخو سلبا، فاز على الكهرباء 2-0، على أربيل بهدف، على دهوك 3-1، وبدأ مسلسل التراجع من مباراة الميناء بعد أن خسروا من الميناء بهدف، عادوا نفط الوسط سلبا وكربلاء سلبا والجوية بهدف والقاسم بهدفين، ثم الخسارة الأخيرة أمام نفط البصرة بهدفين مقابل 3. تحت قيادة أحمد صلاح هذه المباراة رقم 11 يمني النفس في يعني جمع من أصل 30 نقطة 14 نقطة فقط، 5 تعادل 3 فوز 9 14، وفرط ب 16 نقطة تحت قيادة أحمد صلاح. محاولة الآن من جديد، لمسة يد، خطأ ضد مؤمل، ركلة حرة لمصلحة. هل هناك خطأ قبل لمسة يد وركلة حرة لمصلحة نادي نوروز. هذا المدرب الشاب ولي كريم، ولي من اللاعبين اللي مثلوا الطلبة سابقا، ولعب للجيش، لعب للجوية، لعب للطلبة، ولعب لمولودية وشباب باتنا في الجزائر وطليعة تعز. 4 مقابل 3 الأخطاء، كرة تبعد، درب سيروان، عمل مساعد بالكرخ، درب كركوك، بيشمرقة، الاتصالات، السليمانية، دربندي خان. وبالمناسبة يعني هذا المدرب الشاب أهل الكرخ وأهل نوروز للدوري الكبار. كرة ملعوبة الآن، تبعد الكرة، شتتها سيفيان عمر، إيفان عمر يشتت الكرة، كرار إلى كرار يحاول، مقطوع الكرة، محاولة من محمد سامي، عرقلة وصافرة وركلة حرة لمصلحة نادي نوروز. حاولت إدارة الطلبة الحالية بكل ما تمتلك من إمكانية وقدرة أن توفر كل شيء للاعبيها. وبالمناسبة يعني بعد كل خسارة يصير مراجعة ويصير تقييم، لكن يبدو عدم رضا لا من الإدارة لا من المدرب ولا من الجماهير على اللاعبين اللي كانوا يعولون عليهم أن يقدمون كل ما يمكنون، وكان معول على الطلبة أن يكون رقم صعب هذا الموسم، لكن النتائج الأخيرة السلبية في آخر 6 مباريات يعني ولدت الحرج وولدت الامتعاض لدى العشاق والأنصار وحتى الإدارة. بالسلامة لمحمد سامي، جدد عقده مع ناديه، 5 أهداف هذا الموسم، 3 أهداف من ركلات جزاء، واليوم يسجل الهدف الخامس بعد أن سجل في شباك الزوراء والجوية والكهرباء ونفط البصرة، يسجل في شباك الطلب. هداف الفريق إبراهيم توميوا.
مهند زيداني يوجه مساعد أحمد صلاح. طبعا إدارة الطلبة رفضت استقالة أحمد صلاح بعد الخسارة من نفط البصرة. كرة بالرأس مقطوعة من علي. كرار محمد إلى خارج ملعب، رمية تماس لمصلحة الطلبة. كرار دخلنا الدقيقة 20 من عمر المباراة. 1 نوروز لا شيء. الطلبة ركلة حرة خطأ لمصلحة نادي الطلبة. علي فائز. ثمانية 48 مباراة دولية، 4 أهداف دولية. كرة مقطوعة من إيفاني بالرأس من محمد سلام. إبراهيم يحاول، طالت على إبراهيم إلى رمية تماس. كرة وسط الملعب إلى مصعب، تمر إلى كرار سعد. كرار يحاول يمر الآن. كرار إلى مصعب جمال، طويلة إلى الجانب. عباس ماجد تنقطع من أمام عباس، تعود إلى ولينغتون، يلعبها سريعة إلمن لا على التعيين تطول، أقرب لها المدافع. هنا الكرة عند كرار محمد. كرار يهيئ الكرة إلى الجانب إلى كرار سعد من الجهة البعيدة. كرار وسط الملعب، مصعب أو زيد إسماعيل لاعب الوافد من نوروز، لاعب نوروز السابق. زيد إسماعيل كرة بينية، محاولة طالت أقرب إلى محمد رحيم حارس المرمى. هذا هو حسين لاوندي. وحسين لاوندي هذا الموسم رغم أنه غاب بسبب الإصابة لم يسجل إلا في شباك النفط ونفط البصر. كرة من اللاعب شيروان، ترتد الكرة. زيد، كرار، علي يلعبها إلى كرار سعد، طويلة الكرة. مصعب والكرة مقطوعة على رمية تماس لمصلحة نادي نوروز. هذا مؤمل انتقل للجهة البعيدة. عمار لعب لدهوك، لنفط ميسان، لزاخو، للميناء، للزوراء، للنفط، للشرطة وللنجف. كرة وسط الملعب ملعوبة الكرة من جديد، محاولة إلى أحمد خالد يلعبها إلى ولينغتون يلعب الكرة من جديد، طالت على محمد سامي، تبعد الكرة مرة أخرى. رمية تماس لمصلحة نوروز. لحد الآن الطلاب لم يخطروا مرمى نوروز خلال منتصف شوط المباراة الأول، يعني دقيقة 22 تقريبا منتصف شوط المباراة الأول لم يخطر الطلاب نوروز بأي كرة خطيرة. أحمد خالد، إبراهيم، محمد بن طرشم، مراقبة لسيقة لإبراهيم توميوا. رمية تماس لمصلحة نوروز. أحمد خالد أمامنا بالصورة، شوف لاعبين بثلاث مدافعين، دافعين 5 بالوسط و2 بالعمق. إبراهيم، سيفان، عيد الكرة إلى عمار. محمد، سيفان مرة أخرى، ومقطوعة من علي فائز إلى ركنية لمصلحة نوروز. لحد الآن رغم وجود هدف واحد في المباراة لكن الأداء دون الوسط. نتمنى أن يرتقي الأداء إلى مستوى أفضل ما بين الفريقين. هذا هو صاحب الهدف الوحيد محمد سامي بدقيقة 8 من عمر المباراة. ركنية الآن لمصلحة نوروز. تلعب الكرة بالرأس مقطوعة. كرار، نهاد، رمية تماس لمصلحة الطلاب. رمية تماس لمصلحة الطلبة.
كرار، كرار سعد، مصعب، زيد، ماجد عباس او عباس ماجد، زيد، كرار، طويل الكرة، اقرب لمحمد رحيم حارس المرمى. يعني نهايات الطلبة في الثلث الاخير معدومة. اكثر اداء الطلاب على جهة الشمال، يعني جهة اليمين منتهية ما بها اي حركة. كرة وسط الملعب تلعب من الشيروان كردستان، تعود وسط الملعب مقطوعة من نهاد، نهاد يلعب الكرة تنقطع من مرتضى هديب، مرتضى يلعب الكرة إلى إبراهيم، إبراهيم واحد بين أربعة، إبراهيم يبحث عن إسناد، إبراهيم يمر، إبراهيم يلعب الكرة وبالرأس تقطع من عباس ماجد، نهاد بينه وبين مولينكتون، نهاد ورمية تماس لمصلحة الطلب، رمية تماس لمصلحة الطلبة. 25 دقيقة من عمر المواجهة وما زال طلاب ولي كريم يتقدمون على الأنيق بهدف وحيد سجل محمد سامي بدقيقة 8 من عمر المباراة. رمية تماس مقطوعة من إيفاني اللاعب النيجيري القادم من قيزاقوم الأوزبكي. الاستخدامات الشتوية هذا الموسم لأول مرة في تاريخ دورينا قبل أن تنتهي المرحلة الأولى يكون توقف عند الدور ال 12 أو الأسبوع الثاني عشر، وبالتالي بسبب المشاركة في بطولة آسيا وفتح أبواب الانتقالات الشتوية. بالسلامة لحسين عبد الله، 6 أهداف الموسم الماضي في شباك القاسم، هدفين دهوك، الديوانية، أربيل جزاء، ونفط الوسط. ليث فرحان حكم اللقاء ينذر أحمد خالد، أول بطاقة صفراء. بطاقة صفراء لأحمد خالد بالدقيقة 26 من عمر المواجهة، أول بطاقة صفراء. رمية تماس الآن، مهند زيدان توجيهات، وأحمد صلاح أيضا يوجه. رمية تماس، عباس ماجد على التنفيذ، كرار، محمد بن طرشة. أجواء باردة يبدو في السليمانية وشحة في تواجد الجمهور. كرة مقطوعة، لامين طالت بينية حلوة ملعوبة داخل منطقة زا، وطالت الكرة إلى ركنية لمصلحة الطلب. ركنية مقطوعة من عمار عبد الحسين لمصلحة نادي الطلبة. كرار سعد على التنفيذ، كرار، اثنين مقابل لا شيء الركنيات، بس كانت اكو ركنية لنوروس. كرة ملعوبة بالراس، برافو يبعتها مرتضى هدير، طالت الكرة، محاولة وكرة من مصعب إلى رمية تماس للطلبة، تعود الكرة إلى عباس، عباس إلى نهاد، نهاد بالخطأ، ترتد الكرة من مولينكتون، تعود الكرة إلى الشيروان ولكن مقطوعة برا الملعب إلى رمية تماس لمصلحة نادي نوروز. لحد الآن الأنيق لم يقنع ولم يمتع لحد الآن رغم مرور 28 دقيقة. تلعب رمية التماس من أحمد خالد، محمد بن طرشة يبعتها، إبراهيم، زيد إسماعيل، خطأ لمصلحة نادي الطلبة.
محمد. واضحة الأجواء باردة في ملعب المباراة. هذا زيد إسماعيل لاعب نوروز السابق. إيفاني شيروان إبراهيم، تعود إلى شيروان مرة أخرى. شيروان كردستان يحاول يمر الآن، يبحث عن زميل، يهيئ الكرة لولينغتون. ولينغتون يلعبها إلى محمد سامي. محمد سامي تجد في كل مكان، بالعمق، على اليمين، على الشمال، لاعب مميز. كرة مقطوعة من محمد بن طرشة إلى رمية تماس لمصلحة النوروز. أحمد خالد، إبراهيم، أحمد، شيروان، وكرة إلى حارس المرمى دولوفان. سريعة ملعوبة الكرة. عمار يبعد الكرة إلى رمية تماس لمصلحة نادي الطلبة. كرار سريع على زيد إسماعيل. زيد يلعبها إلى كرار مرة أخرى. كرار إلى زيد. زيد يعيد الكرة إلى كرار محمد. زيد سريع على مؤمل. هجمة الآن، كرة خطيرة، محاولة خطرة، بعد خطرة، ويردها حارس المرمى ويبعدها إيفاني يستحوذ على الكرة مرة أخرى. مقطوعة الكرة، محاولة الآن، الكرة عند اللاعب كرار سعد يلعب الآن مؤمل، ولكن مؤمل مقطوعة من أمام الكرة وترتد الكرة. محاولة إلى إبراهيم ترتد الكرة من كرار، تعود الكرة إلى علي فائز يلعب الكرة إلى محمد بن طرشة. نصف ساعة بالتمام، 1 نوروز لا شيء لفريق الطلب. كرة وسط الملعب، زيد أو اللاعب كرار. علي كرار سعد. كرار إلى كرار محمد، طويلة من كرار، طالت الكرة وحارس المرمى محمد رحمة. محمد بإيده يلعب الكرة. أحمد خالد شوفها بالإعادة، والفرصة اللي ضاعت على الطلاب. مصعب جمال كرة مشتركة ما بين نهاد وبين المدافع أحمد خالد. عنده بطاقة صفراء، هي الوحيدة في ملعب المباراة. شوفها من زاوية أخرى، كرة كرار محمد على العمق. حكم موقف المباراة راح يعمل اسقاط كرة. احمد خالد قريبة من الحكم، يلعبها طويلة. عباس ماجد، محمد بن طرشة، دولوفان يلعب الكرة طويلة بالرأس من وولينغتون. كرار، خطأ لمصلحة الطلب. ركلة حرة الآن لمصلحة الطلاب. 33 دقيقة من عمر المواجهة، يبقى الأنيق متأخر بهدف أمام مضيفه نوروز. سجل اللاعب اللي أمامنا بالصورة محمد سامي بالدقيقة 8 من عمر المباراة. كرة إلى علي، محمد بن طرشة، عباس ماجد، نهاد بالخطأ، مرتضى، شيروان، والحكم يشير إلى وجود خطأ لمصلحة الطلبة. من تكثر الصافرة تفسد متعة اللقاء.
نهض نهاد، ركلة حرة لمصلحة الطلبة. مرتضى، كرار، مؤمل، مصعب، مصعب يحاول، يا سلام، يمر، مقطوعة الكرة، سيفان إلى خارج الملعب، لاعب مصاب من الطلبة. حسين مع مصعب، بالسلامة إن شاء الله. شوف العائدة، حاول مصعب لكن دخول من لامين وإيفاني. كرة ملعوبة إلى جانب برا الملعب، لا رمية تماس لمصلحة نوروز. ولينغتون يلعب الكرة، شيروان يلعبها لإبراهيم، محاولة من جديد، علي فائز يشتت كرة، مؤمل بالمنتصف، كرار. 10 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول، يبقى التقدم أبيض. عالية الكرة، محاولة، حسين لاوندي ما سيطر على الكرة، محمد بن طرشة، وبالخطأ هجمة الآن محمد سامي، وترتد من علي فائز، ومحاولة مرة أخرى كرار. محمد سامي يستحوذ على الكرة، يحاول يمر الآن، يلعب الكرة، خطرة هذه، إبراهيم يسدد، ضعيفة بحتة إلى حارس المرمى دولبان مهدي. فرصة كانت لفريق نوروز، تتكرر الفرص ونبحث عن فرص للطلاب. فرصة السابقة، مرتضى، سيفان، عمار، صعبة، ترتد من زيد، كرار محمد، مؤمل، كرار مرة أخرى، سريع الكرة إلى حسين لاوندي، يا سلام، حركة لعب جميلة، يتخلص من لاعب يحاول يمر داخل منطقة جزاء، مقطوعة الكرة من عمار عبد الحسين، وتسديدة من بعيد سهلة للحارس محمد رحيم، سهلة للحارس محمد رحيم. شوف هذه الفرصة اللي ضاعت على فريق نوروز، كرة باهتة مرت للحارس دولوفان، كان بإمكانه يعيدها إلى الخلف لزميله. طويلة الكرة، إبراهيم، ولينغتون، إبراهيم مرة أخرى، إبراهيم تيميوا، محمد سامي، بينية مقطوعة، سيفان، وخطأ، وركلة حرة لمصلحة نوروز، وبطاقة صفراء المن، هل هي لعلي فائز؟ نهض علي، شوف الحكم هل أشهر بطاقة صفراء؟ عموما ركلة حرة، ما شاهدنا وما شفنا بطاقة، ركلة حرة لمصلحة نوروز. سبع دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول، ركلة حرة لمصلحة نوروز. شوف بالإعادة، و ركلة حرة لمصلحة نوروز. ترقب وحذر من دولوفان، ومحمد سامي على التنفيذ، جدار صد من لاعبي الطلبة،
مؤمل ومصعب. محمد سامي ودولوفان ابعدها الى ركنيه. كره قويه من محمد سامي، ابعدها دولوفان الى ركنيه. شوف دولوفان ركنيه الان لمصلحه نادي نوروز. عاليه ملعوبه، مرت بعيده، اقرب لها ايفاني يلعبها. حاول مره اخرى، رميه تماس لمصلحه نوروز. احمد خالد، ابراهيم، رميه تماس للطلبه. عباس جاسم، ماجد، عباس، كرة أبعدت من مرتضى هديب إلى رمية تماس لمصلحة نادي الطلبة. 4 بطاقات صفراء عنده، عليه أن يحذر، إذا ما أنذر سيغيب عن المباراة القادمة أمام الزوراء ودهوك وزاخو ونفط البصرة. وطرد أمام نفط ميسان. كرة مقطوعة على برا الملعب من محمد بن طرشة. رمية تماس، 5 دقائق أو أقل على الوقت الرسمي لشوط المباراة الأول. ما زال نوروز يحافظ على تقدمه بالهدف الوحيد اللي سجله محمد سامي بدقيقة 8 من عمر المباراة. كرة مقطوعة من عباس ماجد إلى رمية تماس لصالح نادي نوروز. أحمد خالد، إبراهيم، وين؟ برا الملعب لا، رمية تماس لمصلحة الطلبة. عباس ماجد على التنفيذ. خطأ، ركلة حرة الآن. حسين عبد الله يتعرض إلى عرقلة، ركلة حرة لمصلحة الطلاب. لعب خطر من شيروان كردستان، لاعب نادي البيشمركة السابق. محمد بن طرشة يلعب الكرة طويلة. مصعب، كرار إلى كرار محمد، تنقطع الكرة. علي فائز إلى كرار سعد. مؤمل، ومقطوع الكرة من إيفاني إلى رمية تماس لمصلحة الطلبة. مؤمل، كرار يلعب كرة عالية بالراس، مقطوعة من أحمد خالد، تعود من شيروان بالخطأ، بالراس من ولينغتون. عمار، كرة ترتد وتسديدة عالية باهتة برا الملعب من كرار محمد إلى ركلة مرمى لمصلحة نوروز. ركلة مرمى لمصلحة نوروز. تلعب الكرة من جديد برا الملعب لا، رمية تماس لمصلحة الطلبة. بدأ الأداء يعني يتراجع من الفريقين، وبدأ نشوف زخات مطر قوية في ملعب المباراة. أمطار خير إن شاء الله على بلدنا الحبيب. ركلة حرة لمصلحة الطلبة. يعني هو الأداء بلا مطر ما مقنع، نب أمطار. محمد بن طرشة، كرة لمحمد رحيم حارس المرمى. طويلة وعالية، مقطوعة من جديد. محاولة لمصلحة نادي الطلبة. مؤمل من الجهة البعيدة، يحاول يمر نهاد،
نهاد قريب من هذه الجهة ومؤمل من الجهة البعيدة، كان يبحث عن كرة نهاد، ترتد الكرة، محمد سامي خطأ وعرقلة من جديد لمحمد سامي، وركلة حرة من منتصف الملعب لفريق نوروز. قريب منا زيد اسماعيل زميله في الفريق الموسم الماضي أو حتى هذا الموسم بالانتقالات الشتوية، غادر زيد اسماعيل نوروز إلى الطلبة. عباس ماجد، أحمد خالد، مرتضى هديب، شيروان كردستان، حلوة ملعوبة إيفاني تنقطع من مصعب، برافو مصعب يحاول، وعرقلة وصافرة وركلة حرة لفريق نادي الطلبة وبطاقة صفراء لإيفاني. كرار سعد على التنفيذ، 3 دقائق يضيف حكم المباراة وقت محتسب بدل من ضايع. كرار بالرأس، عمار يبعدها، محمد سامي، ولمسة يد على زيد اسماعيل، لمسة يد على زيد اسماعيل. ركلة حرة الآن لمصلحة نوروز. نلعب الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضايع. لامين سماتا، لامين، أحمد خالد، عالية ملعوبة الكرة لإبراهيم، بالرأس مقطوعة، تبعد الكرة من جديد، زيد وتسديدة حلوة إلى حارس المرمى ديلوفان مهدي. كرة حلوة ملعوبة من بعيد، شوفها بالإعادة، وسيفان عمر يلعب الكرة، يتمكن من الحارس ديلوفان. زيد، كرار، تبعد الكرة من إيفاني، سيفان إلى إبراهيم، طويلة مرت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة الطلبة، وبانتظار صافرة حكم اللقاء. دخلنا الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضايع. سيكون هناك أكيد حديث لكلا المدربين، أحمد صلاح وولي كريم. ربما نشاهد مستوى أفضل في شوط المباراة الثاني. هذا إبراهيم لعب خطر كان، والحكم يقول العب. هجمة الآن، محاولة، ممكن يسدد، مؤمل وين؟ برا الملعب إلى ركاي. جاي كرة مال عدل تلعب قوية على المرمى. مؤمل تأخر ولعب كرة باهتة إلى خارج الملعب. حكم المباراة وإبراهيم ما زال يشكو من إصابة. هل أنهى المباراة بشوطه الأول؟ شوف إبراهيم ما زال يشكو من إصابة، وحكم اللقاء الآن ينتظر إبراهيم، ويبدو صافرة ونهاية أحداث شوط المباراة الأول بتقدم نوروز على الطلبة بهدف وحيد سجل اللاعب محمد سامي بدقيقة 8 من عمر المباراة. شوط لم يكن مقنعا ولا ممتعا، نتمنى أن يرتقي الأداء في شوط المباراة الثاني إلى مستوى أفضل حتى يتجدد اللقاء معكم وأحداث شوط المباراة الثاني. نذهب لاستراحة قصيرة.
الذهاب وانطلاق مبارياته البطولة يوم 12. هيران يلعبها جول، جول! هدف أول، كرة جميلة مباغتة من هيران عزاد من خارج منطقة الجزاء، يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 16 من عمر المباراة، وهدف الشخص الثاني بعد أن سجل في شباك الشرطة. هيران عزاد يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 16 من عمر المباراة. هيران عزاد يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 16 من عمر المباراة بكرة مباغتة وبمجهود فردي رائع، ويسجل هدف الشخصي هذا الموسم بعد أن سجل في شباك الشرطة، يسجل اليوم في شباك الأمانة أول أهداف المباراة. شوف مجهود فردي رائع، مر تخلص من واحد من اثنين، هيأ كرة لنفسه ولعبها على يمين الحارس حسن عباس، ويحرز أول أهداف المباراة وهدف التقدم لنادي دهوك. 1 دهوك لا شيء أمانة بغداد، 1 دهوك لا شيء أمانة بغداد. آخر مواجهتين بين الفريقين الموسم الماضي التعادل بهدف وفوز دهوك بهدفين بأقدام برنس أوبوكا وكريم دلي. آخر من سجل كريم دلي لفريق دهوك ومصطفى أحمد من ركلة جزاء للأمانة، وفرحة لاعبي نادي دهوك بهدف التقدم. قدام ويسجل جول، جول! هدف ثاني وهدف أمان واطمئنان بالدقيقة 7 من الوقت المحتسب، بدل ضائع يسجل اللاعب زيار كوبند يسجل الهدف الثاني لفريق نادي دهوك، ويؤمن النتيجة لنادي دهوك بهدف من ركلة جزاء، وهي الركلة 34 المسجلة هذا الموسم، وعندنا 12 ركلة تعذر تسجيلها. إذن دهوك يعني أنت سجلت ركلة جزاء، تخلع فانيلتك حتى تأخذ بطاقة، ليش؟ عموما هذه البطاقة الثامنة، ودقيقة 1 على الوقت المحتسب بدل من ضايع، وهدفين لنادي دهوك لا شيء لفريق أمانة بغداد. هدفين لأمانة بغداد لا شيء لدهوك. هذا العراقي أيضا وزارة الشباب والرياضة هنا الرئيسية، الله عبودي أول أهداف اللقاء لمصلحة كربلاء، ويطلق العنان لهذه الجماهير ثابتة، وأيضا من جهة اليسار وعبودي، والرقابة الدفاعية غائبة بالرغم من وجود أكثر من لاعب من نادي الميناء، لكن عبودي قفز وحلق ولعب الكرة برأسه كما يريد وكما يشتهي. السفانة شوكان أمام عبد العزيز عمار، شوكان الله، شوكان الفنان يسجل هدف التعادل، وعادوا في النتيجة. صعبة يا عبد العزيز عمار، صعبة جدا. هو المتخصص شوكان الذي يسجل هدف التعادل. الكابتن ركنية اياد عبد الفرحان على القائم الاول، هنا الرأسية، حذاري من القادمون من الخلف، مسلم موسى كما سجل عبد القادر طارق من كرة بالرأس، عاد الميناء وسجلوا ايضا كرة بالرأس من المدافع رضا فاضل داخل منطقة الجزاء. بعد من دفاعات نوروز مرة أخرى خطيرة، الله، غني 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 بهدف ثمين وبهدف غالي. يونس غني يسجل للكناري بهدف ناري للكناري، أول للكرخ الكناري بهدف ناري ليونس غني. الله،
شوفوا اللعب الركنيه وتابعها. اوه قويه جدا. اوه صاروخ كرخي للكناري بهدف ناري عن طريق طبعا يونس غني. شوف التسديده صعبه حاول بها محمد رحيم لكن صاروخ ينفجر في مرمى نوروز. حلوه 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 ليونس غني. اول للكرخ على حساب نادي نوروز. كلمه لهذا الفريق. عاليه الكره داخل منطقه الجزاء. التعديل لنادي نوروز عن طريق هديب. مرتضى هديب يعدل عند هدف على كربلاء وهذا هدف الثاني بالدوري. عدل مرتضى هديب 1-1. مرتضى هديب بالدقيقة 84 يعدل. لاحظ الكرة شروان وهديب لاحظ الدفاع ما يتحمل حسين. جول لنوروز عن طريق هديب يعدل لنوروز بهدف جميل. هدف تعديل 1-1 الآن. يعود نوروز بهدف التعديل عن طريق مرتضى هديب. علي حصني يحاول العبور من علي. عرضية مرة أخرى. كرة جول أول كرار عامر يسجل أول أهداف في المباراة من كرار عامر. حذرنا من هذا اللاعب يسجل الهدف الأول في المباراة. القيثارة الشرطة هذا هو الشاهد الإعادة. وكرار عامر جميل يا كرار عامر. والهدف الثاني لهذا اللاعب هذا الموسم بعد ما سجل في شباك النجف والآن في شباك نفط البصرة. هذا عند الفوز شلتسيارة نوع الثالث يجيب بشارة على التوالي. تريت القيثارة لكرار سالم داخل منطقة الجزاء خطيرة وهدف أول. جول للحدود. هدف أول للحدود وعن طريق الهداف إبراهيم غازي يصل إلى هدف الثامن ويسجل أول أهداف الحدود في مرمى نفط الوسط. هدف أول لفريق الحدود عن طريق إبراهيم غازي. يعرف الطريق إلى المرمى ويسجل أول أهداف الحدود بكرة داخل منطقة الجزاء لمرمى نادي نفط الوسط. يستغلها اللاعب إبراهيم غازي ويسكنها في الشباك أمام نظرة الحارس وأيضا دفاعات نادي نفط الوسط. إبراهيم غازي يسجل أول أهداف المباراة في مرمى نفط الوسط. لاعب الحدود ومهاجم الحدود هدف أول. لاحظ الإعادة كان في اشتراك مع حيدر جلاوي لذلك الحدود الآن يفتتح التسجيل في مرمى نفط الوسط. هدف أول للحدود. ركلة حرة لصالح نفط الوسط داخل منطقة الجزاء. التعادل. جول سامر محسن يعدل لنفط الوسط. سامر محسن أخيرا نفط الوسط يسجل هدف الثالث في الدوري العراقي وسامر محسن يعدل النتيجة في الدقيقة 77 تشهد هدف تعادل بتمريرة عن طريق اللاعب تقي فلاح على الراس لاعب فريق نفط الوسط ومهاجم نفط الوسط سامر محسن ليسجل هدف التعادل. لاحظ الإعادة ورأسية سامر محسن على يسار حارس المرمى وسام محمد يعدل من خلالها نفط الوسط نتيجة المباراة أمام الحدود نفط الوسط وسامر برأسية قوية على اليسار تغالط الحارس ويسجل من خلالها هدف التعادل.
هدف التعادل. علي محسن، علي كريم داخل منطقة الجزاء، خطيرة خطيرة خطيرة، وثاني ثاني جول ثاني للحدود. البديل علي كريم البديل يسجل هدف ثاني للحدود، هدف ثاني للحدود، والتسلل غير موجود، وينسل من خلف المدافعين اللاعب علي كريم، اللاعب اللي استبدل بإبراهيم غازي اللي سجل الهدف الأول، وعلي كريم اللي دخل يسجل الهدف الثاني لفريق الحدود. الحدود الآن يسجل هدف ثاني في مرمى نفط الوسط بعدما عادت الروح لفريق نفط الوسط وأدرك التعادل. الحدود الآن بتمريرة ولا أروع ولا أجمل عن طريق اللاعب منتظر عادل، يسكنها اللاعب علي كريم في مرمى الحارس علي كاظم ليعلن عن تسجيل هدف آخر للحدود، ليتقدم الحدود على نفط الوسط بهدفين مقابل هدف واحد. حلوة لاحظ التمريرة، عمل كبير بأسيست ولا أروع عن طريق اللاعب منتظر عادل، أسيست جميل من منتظر عادل، وبالتالي علي كريم يستغل هذا التمركز الخاطئ لدفاعات فريق نفط الوسط ليسجل هدف ثاني للحدود. نادي القاسم، الكرة تلعب الآن على الله، أسود سورة تسار مبكرا في كربلاء بعد هدف في مرمى زاخو، لكن هذا الممرر الرائع هنا علاء في الأولى، تدخلت لوفان أغلقوا المرمى، لكنها الخبرة وعلاء بالخبرة وضعها، نعم بالخبرة وضعها، هنا مر والكرة أتت بعد والمحاولة سدد وكشف المرمى والكرة في المرمى، حمل المرمى علي فائز في الأولى، ومن هنالك تواجد كرار، ولكن الفرار علاء محاسن نجح في تسجيل الهدف الأول. القاسم هدف، الطلب لا شيء. قائما كرة عالية إلى الحارث حاتم، لاعب سريع، محاولة، المساعد لا يشير إلى شيء، ربما فيما بعد، هذه كرة للثاني، الكرة للثاني. هذا الحارث في هذه اللقطة أنا أتحدث، هل هنالك من كسر التسلل؟ لا أعلم. تقدم الحارث وهنا مرر إلى علاء، هذه اللقطة شرعية وعلاء كان في الانتظار في المرمى، هدف ثاني، هذه السرعة التي يتمتع بها الحارث والكرة التي هرب فيها من حسين عمار، وسجل اللاعب علاء محسن بعد انطلاقة الحارث. تفاهم كبير ما بين هذا الثنائي، وعلاء محسن يسجل ثالث أهدافه في الدوري، أصبح متساويا مع ميسوكي، لكن يفقدها. كرة تلعب إلى ديني أنتوي مع تشامبيسي، وكأني أرى في شوط المباراة الأول ساهيته مفتوحة لأن يسجل. بوادر العودة قائمة، وهنا مرة من دينيس شامبيسي وضعها وأسكنها مرمى مصطفى عذاب من العارضة إلى المرمى، وقلصوا الفارق في وقت قصير بعد 10 دقائق من اللعب. عاد الأنيق، عادت الطلبة، عاد التاريخ والمجد، وهدف من العارضة إلى الشباك، هدفين مقابل هدف. ديني أنتوي يسجل الآن، وتتحرك مدرجات الطلبة مع هذا الهدف. إبرار، كرة تلعب إلى ديني أنتوي للتعادل، يا ديني، جول ثاني من ديني أنتوي، يسجل، هرب في لحظة من حيدر ماجد، هرب مع تقدم دينيس شمبيسي، لقطة ومر، هو هداف، هو يعرف الطريق، والكرة في المرمى. ديني أنتوي على يسار مصطفى عذاب، ويذيقهم أمر العذاب بأنهم لم يحافظوا على الخط الخلفي، وبالتالي كان من المفترض أن يعود مانويل نانا المساندة. هذه الهربة وهذه الكرة بوجه القدم اليمنى، وضعها على يسار مصطفى عذاب. سام ملعوبة الكرة هناك الأمام، شيركو كريم، عدى كريم، يمشي شيركو، سجل شيركو، جول 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 جول. شيركو كريم يسجل أول أهداف المباراة
شيركو كريم وللقلعة الصفراء الامبراطور بأرض الجنوب بميسان يسجل أول أهداف المباراة. أسيست جميل وشيركو مر من الجهة اليسرى، شيركو سجل جول 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 جول. شيركو كريم وضعها في الزاوية اليسرى، أسكنها شباك الحارس أمجد رحيم. شيركو كريم هذا هو الضيف يكرم أصحاب الأرض بأول أهداف المباراة والهدف الشخصي أم لا. ملعوبة للكرة هنا بالراس، تستمر والابعاد من هيردس يامن، أقام وركلة جزاء. جزاء. الدالي يتقدم، الدالي جول لنادي نفط ميسان. علاء الدين الدالي العقيد العقيد العقيد، لا جديد لا جديد. علاء الدين الدالي ومن جديد هدافا لدوري نجوم العراق، ويعد النتيجة المباراة لنادي نفط ميسان ويصبح ب9 أهداف متساويا مع أيمن حسين هداف دوري نجوم العراق ومنتخبنا العراقي. هذا علاء الدين الدالي العقيد السوري العقيد، لا جديد لعلاء الدين، والتعادل لنفط ميسان. نعم بالدقيقة 86 علاء الدين الدالي يعد النتيجة المباراة. نعم فلالوسي تلعب من وهذا هناك ركلة جزاء، وركلة جزاء احتسبها الحكم محمد طارق. هي الجزاء الرابعة التي يحتسبها محمد طارق في المباراة السادسة له. في المباراة السادسة صيحات جماهير زاخو، ماموني جول لمصلحة نادي الكهرباء عن طريق الغاني. شاف يا ماموني الذي يسجل هدف في الدقيقة 81. المباراة الثانية من لقاء نوروز والطلبة اللي انتهى الشوط الأول بتقدم نوروز بهدف وحيد سجله محمد سامي بدقيقة 8 من عمر المباراة. تغييرين أجراهم المدرب أحمد صلاح بدخول مهدي كامل ودخول دينيس أغاري، وتغيير واحد أجرى المدرب ولي كريم بدخول اللاعب ستيفن بافور بدلا من شيروان كردستان. كرة ملعوبة من إيفاني مرة أخرى، مرتضى هديب، ستيفن بافور اللاعب الوافد من نادي الكرك بالانتقالات الشتوية. كرة ترتد إلى حسين وهناك خطأ، ركلة حرة الآن لمصلحة نادي الطلبة. يبدو مؤمل ترك الملعب، نشوف التغييرات. يبدو مؤمل ترك الملعب وحسين عبد الله. عموما نشوف التغييرات نتابعها. ربما مصعب ايضا ترك الملعب ومؤمل. كرة طويلة، لا مصعب موجود. كرة اللعب من جديد، محاولة دينيس أغاري ومهدي كامل. شيروان ستيفان بافور يدخل، كرار امامنا بالصورة. ركلة حرة لمصلحة نادي نوروز، اجواء باردة ممطرة في ملعب المباراة. كرة تعود الى عمار، ضاغط عليه حسين، محاولة من جديد، كرة مقطوعة. كرار يشتت، كرة طويلة. دينيس أغاري مقطوعة من جديد، محاولة. مؤمل ونهاد يتركون الملعب، ومحاولة الآن، كرة ملعوبة قصيرة وترتد. سيفان يحاول، سيفان
خطأ ركلة حرة لمصلحة نادي نوروز، خطأ ضد اللاعب زيد إسماعيل. نلعب دقيقة ثالثة من عمر شوط المباراة الثاني، والنتيجة على حالها. محمد سامي يتعرض إلى عرقلة من جديد. محمد سامي على تنفيذ صاحب الهدف الوحيد بالمباراة. أيضا القوة الجوية في شوط المباراة الأول يتقدم بهدفين، ونفط البصرة يتقدم على ذوك بهدف واحد. محاولة كرة لولينغتون، خطرة هذه، خطرة وتسديدة وترتد، ومرة أخرى تسديدة وبعدها خطرة وترتد ومحاولة، والحكم يشير إلى وجود خطأ لمصلحة الطلبة. خطأ، وإبراهيم تيموا يبحث عن ركلة جزاء. ركلة حرة لمصلحة الطلبة. نشوف بالإعادة، نشوف الحالة بالإعادة. شوف كرة كان في طريقها إلى المرمى، وهنا خطأ كان ارتكب اللاعب. شوف كرة ولينغتون وتسديدة إبراهيم. يعني أنا في تقديري لم يكن تعمد بالكرة، يعني لم يكن تعمد بمس الكرة، وبالتالي الحكم يشير إلى خطأ لمصلحة الطلبة. طويلة الكرة ملعوبة، رأسية تعاد إلى حارس المرمى محمد رحيم. محمد قريب منه حسين عبد الله، تشتت كرة مقطوعة، محاولة، خطأ من جديد لمصلحة الطلبة. كرار ومصعب مهدي. كرار محمد ترك الملعب إلى جانب مؤمل، كرة ملعوبة، تشتت الكرة من محمد بن طرشة، وخطأ لمصلحة نادي الطلبة، وبطاقة صفراء. مرتضى هديب راح يغيب عن اللقاء القادم. مرتضى هديب راح يغيب عن اللقاء القادم. لعب خطر من مرتضى هديب، بطاقة صفراء ثالثة في ملعب المباراة. ومرتضى كان عنده طرد أمام نفط ميسان، وعنده 4 بطاقات صفراء أمام الزوراد هوك زاخ ونفط البصرة. غاب عن لقاء النفط في الأسبوع ال11، والآن مع الطلبة بطاقة صفراء 5. طبعا دورينا دوري نجوم العراق 5 بطاقات صفراء، يحرم اللاعب عن المشاركة في مباراة. مهدي كامل يلعب الكرة، محاولة مقطوعة الكرة، كرار ترتد الكرة، محمد سامي يحاول، محمد يلعب كرة سريعة على إبراهيم تيمواب. إبراهيم داخل منطقة الجزاء، وخطأ ضد إبراهيم. الحكم يقول العب، تلعب الكرة. سريعة الكرة ملعوبة، أقرب إلى حارس المرمى محمد رحيم، بإيده إلى عمار عبد الحسين. عمار، مرتضى، محمد سامي يحاول يمر محمد سامي، محمد، وخطأ لمصلحة نادي الطلبة، وبطاقة لمحمد بن طرشة، بطاقة صفراء لمحمد بن طرشة. طبعا محمد بن طرشة يعشق البطاقات،
انذر 5 مرات امام الكرخ والنفط ونفط ميسان الكهرباء وتوقف وحرم امام الميناء، وانذر امام نفط الوسط، وهذه البطاقه السابعه الى هذا الموسم. ركله حره الان من مكان خطير لفريق نوروز. يعني الاعتراض على الحكم ما يجدي نفع، ما ممكن الحكم يتراجع عن قراره اللي يتخذه. يعني بس شيء واحد يراجع عن قراره هو الفار. ركله حره من مكان خطير، ترقب وحذر وتوجيه لجدار الصد من دولوفان. ستيفن بافور، محمد سامي قريبين من الكره. اجواء بارده وممطره في ملعب المباراه، ومع ذلك نتمنى نشوف اداء افضل. احمد خالد راح ينفذ وقريب منه محمد سامي. احمد يلعب كره عاليه برا الملعب، لا ركله مرمى لفريق الطلبه. ركله مرمى للطلبه. ركله مرمى للطلبه. كره محمد خالد الى خارج ملعب، لا ركله مرمى لمصلحه الطلاب. ما زال القوة الجوية الفريق الوحيد الذي لم يهزم لحد الآن، أكثر الأندية فوز وأكثرها تسجيل، بينما نفط الوسط حتى الأسبوع 13 لم يشهد أو لم يذق طعم الفوز. 13 مباراة، تعادل في 6 وخسر في 7، أكثر فريق يتعرض للهزيمة، بينما الكهرباء وزاخو أكثر الأندية تخرج متعادلة. وأقل يعني أسوأ خط هجوم هو نفط الوسط اللي سجلوا 4 أهداف في 13 مباراة، بينما أفضل خط دفاع هو الزوراء، اهتزت شباكه 7 مرات، والأسوأ الميناء اللي اهتزت شباكه 23 مرة. كرة إلى لامين. لامين يلعب كرة طويلة بالرأس مقطوعة من زيد، تعود الكرة مرة أخرى، تلعب من عمار عبد الحسين بالرأس من علي فائز، تنقطع من إيفاني. ولينكتون بالمنتصف، ولينكتون يلعب الكرة إلى مرتضى هديب. مرتضى هديب يحاول يتعدى لاعب، والثاني إلى ولينكتون مرة أخرى سريعة من ولينكتون، ترتد إلى مصعب. مصعب يهيئها إلى ستيفن بافور أو إلى اللاعب دينيس أغاري، وكرة محاولة إلى الجهة البعيدة الآن، هجمة للطلبة بالخطأ، تعود إلى مرتضى هديب. مرتضى إيفاني كرة لمحمد سامي، وبعيدة إلى أو من سيفان بعيدة إلى حارس. كرة لعلي فائز. علي زيد نهاد من الجهة البعيدة، أقرب إلى المدافع ولينكتون. إيفاني، ستيفن بافور، ستيفن يمر. إبراهيم قصيرة ومقطوعة من كرار، وتبعد من محمد بن طرشة وتذهب إلى مهدي. محمد يبعدها. مرتضى هديب وسيفان أو محمد سامي، كرة عادت إلى عمار. إيفاني ولينكتون بعيدة، هاي سيطر عليها، تعود إلى إيفاني، إلى الخلف إلى أحمد أو إلى لامين يلف، حركة لعب جميلة يتخلص من حسين، تذهب إلى محمد سامي يحاول يمر، محمد سامي ضاغط عليه كرار، ترتد الكرة والحكم يشير إلى وجود خطأ لمصلحة نادي الطلب. تلعب الكرة سريعة. زيد إسماعيل، حسين لاوندي، ضاغط عليه لامين يهيئ الكرة إلى عمار إلى لامين سماتا، وسط الملعب مرتضى هديب، تعود الكرة من جديد إلى
سيفان ترتد الكرة، محاولة من جديد، تعود الكرة زيد اسماعيل الى كرار، كرار الى زيد مرة اخرى، زيد الى مهدي، مهدي كامل بالمنتصف، مهدي سريعة ملعوبة واقاري، ستيفن اقاري تلعب الكرة الى حسين، حسين الى نهاد، نهاد من الجهة البعيدة يحاول نهاد يمر يلعب الكرة برا الملعب الى ركنية او راية وصفارة، وتسلل لمصلحة نادي نوروز، تسلل لمصلحة نادي نوروز. حكم يتحدث مع علي فائز يقول له اهدأ شوية. ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي نوروز. هاي الكرة مشتركة مع ابراهيم توميوا، ما نتمنى ان نشوف هيك حالات في ملعب المباراة. تلعب الكرة من محمد رحيم بالرأس مقطوعة من زيد، مصعب تركات سيفان، ايفان عمر يعيد الكرة الى ايفاني، احمد خالد، وولينغتون المندفع للامام يلعبها عرضية، محاولة ستيفان بافور والحكم يقول العب، تلعب الكرة سريعة الان كرة وتبعد من محمد رحيم. عاجبني الحكم ان يمشي المباراة، من يكثر الصافرة تفسد المتعة. كرار حسين، زيد الى كرار، مصعب بالخطأ، تعود الى سيفان، ايفاني، عمار، طويلة من عمار، اقرب الى علي فائز. لحد الان الطلبة لم يخطر مرمى نوروز في شوط المباراة الثاني حتى الدقيقة 15 من عمر شوط المباراة الثاني والدقيقة 60. الان راح يزج بمدافع اللي هو محمد دلاور. تغيير آخر في تشكيلة فريق نوروز هو الثاني، يخرج عمار ويدخل اللاعب محمد دلاور. رمية تماس للطلبة. زيد اسماعيل، ماجد عباس ماجد، تنقطع، وولينغتون، هات تاخذ مع ايفاني الى وولينغتون مره اخرى، سريعه الى ستيفن بافور، ستيفن يتعدى لاعب والثاني وخطا لمصلحه نادي نوروز، خطا ضد الظهير عباس ماجد وركله حره لمصلحه نادي نوروز. ركله حره الان لمصلحه نوروز. محمد سامي على التنفيذ، عاليه ملعوبه الكره بالراس تبعد من كرار، مصعب يحاول يمر يلعبها حلوه الى اللاعب دينيس اقاري، وخروج حاسم من حارس المرمى محمد رحيم. ايفاني، محمد سامي وسط الملعب، الكره ملعوبه الى مرتضى، ستيفن بافور، سيفان تنقطع، زيد الى كرار سعد، كرار الى مصعب، مصعب يحاول يمر، اقاري
دينيس أكاري ترتد محمد، ويبدو خطأ لمصلحة نادي الطلبة. خطأ للطلاب. مهدي كامل، شوف الفرصة اللي ضاعت، انقذها ببراعة محمد رحيم من أمام مهدي كامل. بالسلامة لمحمد رحيم. أذكر بأنه الآن تجري في نفس الوقت مباراتين، نفط ميسان والقوة الجوية ونفط البصرة مع دهوك. كربلاء سيواجه الزوراء عند 7. غدا القاسم أمام الشرطة، زاخو يضيف أمانة بغداد، الميناء يضيف الحدود. 3 مباريات تجري عند الساعة 2، وعند 7 أربيل يواجه الكرخ، ومباراة النجف مع الكهرباء مؤجلة. يوم السبت مباراة واحدة عند 4:30 نفط الوسط مع النفط. رغم الأجواء الباردة والأمطار، العشاق والأنصار يتابعون من مدرجات ملعب السليمانية فريقهم نادي نوروز، وهذا هو المدرب اللي أهل نوروز وأهل الكرخ لمصاف الدرجة الممتازة. مهند زيدان، أحمد صلاح، وقاع رمضان في طريقة للدخول. مهدي، ركلة حرة لمصلحة نادي الطلبة. مهدي 65 دقيقة من عمر المباراة، 25 دقيقة تفصلنا على النهاية. كرة عالية، علي تنقطع من أمامه من ديلاور، محمد ديلاور إلى رمية تماس. مصعب قريب من الكرة. هذا تأخير بالنسبة للطلاب، يعني فريقهم متأخر، المفروض ما يأخرون الكرة، هذا كله تأخير. كرار، نوروز هذا الموسم يقدم مستويات راقية، لم يخسر إلا في 3 مباريات. خسر من دهوك، وخسر من الجوية، وخسر من زاخو، يعني الدربيات الشمالية ال3 خسر من دهوك ومن زاخو، وتعادل مع أربيل. إذن عدي بالحاج أيضا يدخل ويخرج نهاد، ووقاع أيضا يدخل. عدي ووقاع في تشكيلة فريق الطلبة. باقي تغيير واحد للطلاب. طويل الكرة ملعوبة بالرأس، سريع على حسين. مهدي، زيد، ماجد عباس إلى كرار سالم. خرج مصعب أيضا، وكرة خطيرة تبعد من أحمد خالد. 4 تغييرات أجراها مدرب الطلبة أحمد صلاح. خطأ لمصلحة نادي الطلبة. كرة ملعوبة، زيد من بعيد، ترتد الكرة من لامين. ستيفان بافور، ستيفان بافور يلعبها إلى ستيفان، أو ستيفان إبراهيم. باهته كان بالإمكان أفضل، لكن باهته ويتمكن من الحارس دلوفان مهدي. فرصة تضيع على نوروز. شوف كرة من ستيفان عمر، وإبراهيم توميوا يفقد الفرصة، وكرة خطيرة تذهب إلى ركنية لصالح الطلب. ركنية للطلبة الآن. نلعب دقيقة 68 من عمر المباراة. 1 نوروز لا شيء الطلبة. مهدي
اللعب جول، جول محمد بن طرشة يسجل هدف التعادل بالدقيقة 68 من عمر المباراة. محمد بن طرشة يسجل هدف التعادل بالدقيقة 68 من عمر المباراة، ويسجل أول أهداف هذا الموسم، أول أهداف هذا الموسم محمد بن طرشة. طبعا الطلاب 8 لاعبين سجلوا أهدافهم من 13. شوف كرة ملعوبة ومحمد بن طرشة من بين المدافعين يسجل هدف التعادل للطلبة، هدف التعادل للطلبة. شوف محمد بن طرشة تمركز سليم وبين بين المدافعين يتمكن من أن يحرز هدف التعادل للأنيق بالدقيقة 68 من عمر المباراة. 1-1 الآن. ممكن الأنيق يستفيق. شوف هاي كرة القدم من بين فرصة ثمينة كان ممكن أن يسجل منها إبراهيم لنوروز، تعود من ركنية يدرك من خلالها الطلبة التعادل. إذن أجواء المباراة راح تتغير الآن. ممكن فريق الطلبة الآن يكون أفضل فيما تبقى من عمر المباراة، وممكن نوروز يحاول أن يضيف هدف ثاني. عموما الدقائق القادمة مليئة بالمفاجآت رغم برودة الأجواء والأمطار. لاعب مصاب من لاعبي نادي نوروز على ما أعتقد أحمد خالد، وهذا زيد إسماعيل لاعب نوروز السابق. وهنا المدرب ولي كريم، يعني كرة من بين 3 مدافعين تمكن من خلالها محمد بن طرشة أن يدرك التعادل. الفوز مطلب جماهيري للأنيق. اللقاء القادم للطلبة أمام الشرطة. وللنوروز أمام القاسم في الجولة ال15. كرة عادت من جديد. سيفان محاولة من جديد. مهدي، مرتضى، سيفان ضاغط عليه زيد، كرار، مهدي يلعب كرة. شوف هدف قد يكون حافز للطلاب، قد يكون مؤثر على نوروز. لا يا محمد، لا يا محمد، لا ما نتمنى نشوف هيك حالات. كرة إلى لامين، محمد ديلاور يلعب كرة طويلة. علي فائز، محمد بن طرشة أول أهدافه في الدوري هذا الموسم. محمد المن طالت إلى عديب الحاج، مقطوعة الكرة من جديد. محاولة ستيفن بافور والكرة مقطوعة أقرب إلى محمد بن طرشة. محمد سريع الكرة ترتد إلى مرتضى، تنقطع من ستيفن دينيس أكاري. دينيس من جديد، دينيس مهدي، وعالية الكرة برا الملعب، لا ركلة مرمى لمصلحة نادي نوروز. انذار إلى حارس المرمى محمد رحيم، 5 بطاقة صفراء في ملعب المباراة. لامين، إيفاني يتخلص من لاعب. محمد سامي بينية، ولكن محمد بن طرشة يبعدها إلى رمية تماس لمصلحة نوروز. رمية تماس لنوروز الآن.
كرة مرت إلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة الطلبة. دلوفان مهدي بالرأس. حسين تبعد الكرة من ويلينغتون. إبراهيم محمد سامي. إبراهيم مرة أخرى ضاغط عليه محمد بن طرشة، وخطأ لمصلحة نادي نوروز. خطأ لمصلحة نادي نوروز. دقائق 17 دقيقة تفصلنا على النهاية. كلا الفريقين لا يريد أن يهزم ولا يريد أن يبقى متعادل، كلاهما يبحث عن نقاط المباراة. مرتضى قصيرة وترتد. زيد إلى مهدي. تغييرات المدرب أحمد صلاح يعني غيرت أداء الفريق في شوط المباراة الثاني. كرة إلى عديب الحاج قصيرة وتنقطع من ويلينغتون، تذهب إلى إيفاني قصيرة وترتد مرة أخرى. مرتضى. مهدي كامل يبعد الكرة، تذهب الكرة من جديد إلى عديب الحاج إلى مهدي يلعب الكرة طويلة وعالية. يعني ما أعرف الطلبة هذا الفريق الكبير يعني من فترة معدومة خطورته على المرمى. يعني ما بالثلث الأخير ماكو خطورة تشكل. يعني الآن باستثناء كرة الهدف يعني ما شفنا خطورة من لاعبي الطلبة باستثناء كرة الهدف. يعني حصدوا في آخر 6 مباريات 7 نقاط من أصل 18 وفرطوا ب 11. لم يحققوا الفوز إلا بمباراة واحدة، تعادلوا 4 وخسروا مباراة. دينيس يلعب الكرة. كرار هذا مع وقاع. زيد. كرار تنقطع من مرتضى، تذهب إلى إبراهيم، تعود الكرة إلى إيفاني يلعبها إلمن إلى حارس المرمى دلوفان يلعب إلى علي فائز. علي حكم المباراة أوقف المباراة. يبدو هناك لاعب متعرض للإصابة من لاعبي نادي نوروز. بالسلامة إن شاء الله لمحمد سامي. أحمد صلاح يبحث عن الفوز. المباراة السابعة على التوالي لم يذق الأنيق طعم الفوز. مرتضى هديب بالسلامة نهض. الحكم الآن راح يعمل إسقاط كرة لأن أوقف المباراة. ربع ساعة تفصلنا على النهاية. بدينا نلعب تحت الأضواء الكاشفة. أمطار موجودة في ملعب المباراة. كرة اللعب من علي بالرأس مقطوعة. زيد ومرتضى أبعد الكرة إلى خارج ملعب لرمية تماس لمصلحة الطلبة. رمية تماس للطلبة. كرة لعلي فائز. بن طرشة. ماجد عباس ماجد. سريع الكرة مقطوعة. أحمد خالد يشتتها أحمد. ستيفن بافور بالرأس مقطوعة من بن طرشة. محمد سامي. محمد. مرتضى هديب. دلاور. لامين. مرتضى لا دلاور. سريع على أعلى التعيين مقطوعة من علي فائز. علي فائز مرة لا كرار إلى علي فائز. علي يلعب الكرة طويلة بالرأس مقطوعة. سيفان عمر. دلاور. تغيير لعب للجهة البعيدة. ويلينغتون. أحمد خالد. إيفاني
مرتضى هدير، أحمد خالد، كرة قصيرة ترتد، زيد، كرة مشتركة، إيفاني، إبراهيم، سدد من بعيد برا الملعب إلى ركلة مرمى. كرة مباغتة من مسافة بعيدة تمر بمحاذاة القائم، والحكم يشير إلى ركنية. الحكم يشير إلى ركنية لصالح نادي نورس. هل ارتطمت بلاعب؟ تغيير الآن على ما يبدو، ركنية لمصلحة نوروز. شوف الكرة نشوفها هل ارتطمت بأحد. المساعد أشار إلى وجود ركنية. هل هناك تغيير؟ علي مهدي في طريقة للدخول، إبراهيم خلفية، ستيفن سدد، كرة ترتد، سيفان، خروج حسين لاوندي ودخول علي مهدي. رمية تماس لمصلحة نوروز. كثرة الاعتراضات، أمطار بدأت تتساقط لغزارة، وحسين لاوندي راح يترك الملعب. استنفذ الطلبة الآن تغييرات الخمسة. احتجاجات عديدة ما نتمناها تتكرر. 11 دقيقة أو 10 دقائق تقريبا تفصلنا على النهاية باستثناء الوقت المحتسب بدل من ضايع. الحكم يذهب للفار. عندنا يوسف سعيد حكمنا الدولي في غرفة الفار. وهل هناك احتجاج على حالة؟ هل هناك ركلة جزاء لنوروز؟ لاعبي نوروز يحتجون على أساس هناك لمسة يد. وقاع يعترض، الكل يعترض. يخلوا الحكم يتفاهم ويا غرفة الفار. ابعدوا شوية. شوف قرار الحكم. راح يذهب للفار. شوف الحالة من جديد. شوف هنا الكرة في طريقها للمرمى، لكن شوف 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 شوف, شوف. عموما يعني الفار والحكم أصحاب القرار الأول والأخير. الحكم والفار أصحاب القرار الأول والأخير. شوف غزارة الأمطار الآن، بدت الأمطار بغزارة، وهذه إعادة. هل كان هناك مس بتعمد؟ هنا اكو تعمد ماكو تعمد، القرار للحكم اللقاء. كرة مس يد محمد بن طرشة. إعادة من زاوية أخرى، والحكم ما زال يعني يريد يعني يخرج بقرار. نتمنى من حكامنا يكون عندهم قرار سريع لتشخيص الحالات وتقليص المدة الزمنية بالذهاب للفار. ما زلنا ننتظر عودة الحكم وقرار الحكم الآن. نشوف قرار الحكم. ليث فرحان ما بيها جزاء، ما بيها جزاء، ما بيها. لحظة عدم تعمد واضحة، يعني الكرة ما متعمد بها.
رمية تماس الآن. حكم الرابع أحمد صلاح ينبه مهند زيدان. الحكم الرابع محمد كامل صغير، راح يكون طرد إداري للاعب في نوروز. أنف الطلبة يلا يا حكم، تعادل ما زال قائم بهدف واحد. هل الطرد لحسين لاوندي؟ يبدو الطرد لحسين لاوندي، طرد لحسين لاوندي. هذا الطرد رقم 46 موسمنا هذا، طرد لحسين لاوندي. من حق الحكم أن يطرد اللاعب قبل المباراة ما بين الشوطين وحتى على دكة الاحتياط. وقع رمضان. عديب الحاج يلعب الكرة. دينيس علي مهدي زيد، تسديدة من زيد، جول خطأ قاتل للحارس محمد رحيم. يسجل زيد في شباك فريق السابق نادي نوروز هدف التقدم للطلاب بالدقيقة 85 من عمر المباراة. زيد إسماعيل من كرة مباغتة من خارج منطقة الجزاء يسجل هدف التقدم. يعني الأرض مبتلة والأجواء باردة وما تمكن منها الحارس، لكن زيد للأنيق يحرز هدف التقدم بالدقيقة 85 من عمر المباراة. الأنيق بحاجة إلى هدف فوز، هدف فوز بالدقيقة 85 من كرة رائعة من زيد إسماعيل لم يتمكن منها محمد رحيم، تعانق الشباك وتحرز هدف التقدم للأنيق. الأنيق مثل ما ذكرت بحاجة إلى فوز، الأنيق بحاجة إلى فوز، وبالتالي كرة زيد الوافد الجديد من نادي نوروز يسجل في شباك فريق السابق، وكرة مرت من بين أقدام محمد رحيم بسبب يعني أرض ومبتلة ومطر. يعني أعذرك وما أعذرك. دلاور تغييرات الآن في تشكيلة فريق نوروز. مروان حسين راح يدخل، كرة بالراس، محاولة وبرا الملعب إلى ركلة مرمى. 4 دقائق أو 3 دقائق ونصف باستثناء الوقت المحتسب بدل من ضايع. تغيير الآن، مروان حسين راح يدخل، وراح يدخل أيضا اللاعب اللي يحمل رقم 13 أحمد سلام. أحمد بدلا من مرتضى، أحمد سلام، ومروان حسين أيضا يدخل. باقي تغيير واحد لفريق نوروز. 3 دقائق تفصلنا على نهاية المباراة. ويخرج أيضا سيفان عمر، ومرتضى هديب يترك الملعب ويدخل مروان حسين. مروان اللي استدعاه المدرب حكيم شاكر عام 2014 خاض مباراته الأولى أمام كوريا الشمالية
وآخر مباراة إلى عام 2015 أمام اليابان. 11 مباراة دولية لهذا اللاعب اللي يدخل الآن. سجل الموسم الماضي مع الطلبة في شباك نفط البصرة والصناعة والنجف. دقيقتين تفصلنا على النهاية. تغييرين الآن باقي، يعني ما بين الشوطين تغيير، زج محمد دلاور والآن تغييرين ودوليفان. شوف حكم المباراة لماذا هذا التأخير، الحديث مع غرفة الفار. ويستأنف المباراة عسى ولعل تفك عقدة الطلاب. عندهم مواجهة مهمة أمام الشرطة في الجولة القادمة. دوليفان يلعب الكرة طويلة وعالية بالرأس، محاولة طالت إلى حارس المرمى. آخر دقيقة من الوقت الرسمي. كرة إلى لامين. إذا ما خسر نوروز هاي الخسارة الثانية على أرضه بعد الخسارة أمام الهوك، وإذا ما فاز الطلبة سيكون الفوز الثاني خارج أرضهم. كرة مقطوعة، وقاع مهدي. تغييرات أحمد صلاح مميزة في شوط المباراة الثاني. فوز قد يعيد الجانب المعنوي للطلاب ويعيد الفرحة لعشاقه وأنصاره. إيفان دلاور طويل الكرة، مروان ما سيطر عليها. علي فائز يشتت كرة. 8 دقائق يضيف حكم المباراة وقت محتسب بدل من ضايع. 90 دقيقة انتهت الآن. محاولة ويلينغتون، أحمد خالد، ستيفن بافور يلعب الكرة قصيرة ومقطوعة. محمد بن طرشة يلعبها. مهدي يلعب الكرة إلى الجانب. وقاع سين لاوندي سيغيب عن اللقاء المهم أمام الشرطة. وقاع مقطوعة الكرة إلى رمية تماس لفريق نوروز. محمد دلاور على التنفيذ. أصبحت للطلبة الآن. كرار، بطاقة لكرار. كرار سعد السادس بطاقة صفراء، وعندنا بطاقة حمراء على الدكة. رمية تماس الآن. دلاور يلعب رمية التماس، خرجت إلى رمية تماس لمصلحة الطلبة. كرة ملعوبة وسط الملعب، برا الملعب إلى ركلة مرمى. على مستوى المواجهات ما بين الناديين، التقى الناديان 4 مرات، فوز لنوروز وفوزين للطلبة وتعادل واحد. أول المواجهات جمعتهم في موسم 2021-22 فازوا الطلبة بهدف لوقاع رمضان، ونوروز فاز في الإياب بهدف السرستم من ضربة جزاء. والموسم الماضي تعادلوا ذهابا بهدف واحد، وفي الإياب فاز الطلبة بهدفين مقابل هدف واحد. رمية تماس الآن. ويلينغتون سريع الكرة بالرأس مقطوعة من محمد بن طرشة. أكاري، دينيس، مهدي سريع على عدي بالحاج. عدي بينه وبين أحمد خالد. عدي وأحمد خالد يبعثها إلى ركنية لمصلحة نادي الطلب. تراجعوا نوروز بعد الهدف الثاني
واستفاق الطلبة بعد أن سجلوا التعادل بدأوا يكونون أفضل، رغم أنه سوء الأحوال الجوية في ملعب المباراة، لكن الله يعين اللاعبين والحكام على هذه الأجواء، وحتى الجمهور اللي كان حريص أن يتابع مباراة فريقه. الشاق الأنيق اليوم إيديهم على قلبهم، يعني خايفين من أن تخرج المباراة منهم، لكن لحد الآن مطمئنين، والعودة بهذه النتيجة يعني قد تعيد الآمال من جديد لفريق الطلبة بأن يعيد نفسه. الأنيق يبقى أنيق. كرة لإبراهيم، عرضية خطيرة، وبرافو حارس المرمى دولوفان. برافو دولوفان. هل هناك خطأ؟ بطاقة صفراء. المن إذا لمحمد بن طرشة راح يطرد. نشوف حكم اللقاء. المن البطاقة، كانت اكو بطاقة اشهرها البطاقة، بس المن ما شاهدنا. يعني إذا لمحمد بن طرشة عنده بطاقة بالدقيقة 53. بن طرشة عنده بطاقة بالدقيقة 53. عموما قد تكون ليس لبن طرشة، تكون للاعب آخر أو كرة من مكان خطير. دولوفان يبعتها، مهدي كامل يشتتها. إيفاني أحمد خالد، وإلى خارج الملعب. لا، ركلة مرمى. دولوفان يتعرض للسقوط. استنفذ تغييراتهم الطلاب. شد عضلي للحارس بالسلامة إن شاء الله، شد عضلي دون أي احتكاك. أجواء باردة والوضع صعب على اللاعبين، شد عضلي يبدو، وبنفس الوقت ربما يحاول أن يقتل وقت. ذكاء ميداني للحارس. مرت 5 دقائق، لم يتبقى إلا 3 دقائق من الوقت المحتسب بدل من ضايع. وولي كريم الهادئ دائما مع هذا الشاب. فريق نوروز بإمكانية جيدة هذا الموسم، مثل ما ذكرت لم يخسر إلا 3 مباريات، خسر من دهوك والجوية وزاخو، وما زال محمد رحيم متألم على الهدف اللي دخل في شباكه بسببه، وقد يكون سبب في خسارة فريقه في هذه المباراة. دولوفان كرة ملعوبة بالرأس. مهدي من جديد، تشتت الكرة. بن طرشة، خطأ لمصلحة نادي الطلبة. خطأ لمصلحة الطلبة. حجز واضح من إبراهيم توميوا. كرار سعد على التنفيذ. دقيقة 7 من عمر الوقت المحتسب بدل ضايع. طويلة الكرة ملعوبة. عدي بالحاج، ترتد الكرة من ولينغتون. بالرأس إبراهيم، لعب خطر، ركلة حرة لمصلحة نادي نوروز. آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل من ضايع، وقد يضيف على الوقت المحتسب بدل من ضايع. كرة ملعوبة. دلاور، زيد يشتتها. إيفاني بالرأس مقطوعة، وكرة أبعدت من ماجد عباس.
ولينغتون خطأ لمصلحة نوروز، ركلة حرة، خطأ ضد علي مهدي. آخر اللحظات باستثناء الوقت اللي قد يضيفه على الوقت المحتسب بدل من ضايع. والأنيق يعود إلى إناقته ويحقق فوز إذا ما استمرت المباراة على حالها. كرة من مكان خطير لفريق نوروز. محمد سامي لاعب طلابي يتعرض للإصابة. نهض كرار، الحكم يعيد اللاعبين إلى الخلف. محمد سامي على التنفيذ. لحظات صعبة على الفريقين، فريق متأخر وفريق يريد أن يخرج بنقاط المباراة. كرة اللعب بالراس برا الملعب إلى ركني، برا الملعب من مروان حسين وإلى ركنية لفريق نوروز. دخلنا الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل من ضايع. شوف الحالة، ومروان وبرافو دولوفان أبعتها إلى ركنية الآن بالرأس. محاولة كرة خطيرة وبعتي خطرة ولكن مرت إلى خارج الملعب. خطرة كانت على مرمى الطلبة ومرت بأمان وسلام. وهل أنهى الحكم المباراة؟ ركلة مرمى، شوف دربكة داخل منطقة الست ياردات، أبعدها ومرة أخرى علي وبالحارس وإلى ركنية. ونشوف إذا ما كان حكم المباراة قد أنهى المباراة. شوف الحالة، وكرة من اللاعب دلاور ارتطمت بالحارس ومرت إلى خارج الملعب. ما زلنا ننتظر هل أنهى المباراة أم هناك ركنية للنوروز. إذا انتهت المباراة. مبروك للأنيق هذا الفوز، فوز الأنيق على مضيفة نوروز بهدفين مقابل هدف واحد. محمد سامي بدقيقة 8 سجل لنوروز، وعادل محمد بن طرشة بدقيقة 68، وأضاف زيد إسماعيل للهدف الثاني بدقيقة 85. وبهذه النتيجة فريق الطلبة يرفع رصيده إلى 20 نقطة، يقفز إلى المركز السادس مؤقتا، وحين يبقى فريق نوروز ب20 نقطة بالمركز الخامس. مبروك للطلبة، حظ أوفر لنوروز. سعدت برفقتكم، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء قادم آخر بإذن الله.